التشتت والتوهان أصبحت مصيبة كتير مننا بجد عايش فيها ومش عارف يخرج منها بقالنا فترة طويلة جدا. شايفة كل البنات وكل النساء عمالة توصل لأهدافها وتكبر وتعلى قدام عينك وانتي ستيل واقفة مكانك. جماعة، الفيديو ده هنقسمه لمحورين. المحور الأول ليه انتي واقفة عند النقطة دي، والأهم من ليه ازاي تخرجي من التشتت والتوهان الأبدي في حياتك. بصي يا عيون قلب أختك، انتي لازم هتلاقي واحدة من الستة دول موجودين فيكي، مش شرط يكون كلهم متجمعين بس على الأقل واحدة. فإحنا لازم نعرف الأول ايه هو الداء أو ايه هي المشكلة عشان نعرف نعالجها. تمام. أول حاجة من أسباب التشتت والتوهان هي فكرة إن معظمنا إحنا كبنات بنحب نشارك أو بنحب نشير طول الوقت إن إحنا عايزين نكون ناجحين، عايزين نحقق نجاحات، عايزين نحقق غايات، عايزين نسافر، عايزة أحضر ماستر، عايزة أخد الكلية الفلانية، عايزة أفتح المشروع الفلاني. إحدى يا جماعة أهم الأسباب التشتت والتوهان في الحياة هي إظهارك المبالغ فيه لأهدافك وغاياتك ورغباتك ونجاحاتك المستقبلية. كل ما كان عندك قدرة على ان انتي جاست ساكتة. جماعة أنا في حديث بحبه قوي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مش شرط ان انتي طول الوقت تكوني حد طول ما هو قاعد انتي اللي واخدة المركز الأول في قدرتك على الكلام. عندك قدرة ان انتي تفضلي ترغي لمدة ساعتين قدام. عادي، ممكن نتكلم عن حاجات كتيرة قوي في قعدتنا، تمام، ولكن مش شرط أهدافك طول الوقت بتتكلمي عنها. أنا عايزة أفتح المشروع الفلاني، أنا بكرة عايزة أروح المكان الفلاني. ده أكبر كارثة في حياتك. النقطة التانية كانت عندي أنا بشكل شخصي، وجيت فترة بجد كنت أكتر حاجة بقولها: أنا مش عارفة أنا عايزة أعمل إيه، مش عارفة عايزة أوصل لإيه، مش عارفة أنا نفسي أكون إيه. وكل الناس عندها أهداف وغايات وأحلام، وأنا مش عارفة أنا عايزة إيه تحديدا. النقطة رقم 2 هي فكرة وجودي في مجتمعات أو وجود أشخاص بقيم ومعايير مختلفة في حياتي. أنا جيت فترة اللي هو كنت مثلا ما بين الأرياف والمدن، قاعدة في الاتنين، تمام. موجودة وسط مجتمعات متدينة جدا، تمام، بطبيعة دراستي بطبيعة شغلي، ومجتمعات منفتحة جدا. معايا أصدقاء أو معايا أصحاب عندهم خلفيات أو أهداف معينة، نفس الأشخاص أو نفس الأصدقاء عندهم أهداف وخلفيات مختلفة تماما أو عاكسة تماما للمجتمعات الأولى. فده بطبيعته كان مسبب لي تشتت رهيب. جيت فترة ما كنتش قادرة أحدد النقطة دي أنا بحبها ولا بكرهها، عايزاها ولا مش عايزاها، أنا قادرة أعملها ولا مش قادرة أعملها. فدي كانت من النقاط اللي فعلا كانت عامل في تشتتي بشكل فظيع. فلو انت عندك بتعملي حاجات كتيرة قوي في نفس الوقت، عندك أصحاب كتيرة قوي بخلفيات ومعتقدات مختلفة كتيرة في نفس الوقت، صدقيني ده بيكون عامل سلبي جدا 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 على فكرة عدم اتزانك أو عدم تركيزك على أهدافك. النقطة دي كان نفسي أسمعها بجد في وقت ما، ولكن أنا حاليا اللي طالعة بقولها أو ما قدرتش أوصل لها غير لما كسرت النقطة دي أو تخطيتها أصلا. تالت نقطة يا جماعة في فكرة وجود التشتت في حياتنا إحنا كبنات أو كنساء هو عامل السن. حبيبة قلبي، ما ينفعش تكوني حد في مستهل أو مستهل عمره 17 18 19 20 سنة بتقارني مدى استقرارك أو مدى وضوح أهدافك، تمام، بواحدة في أواخر العشرين أو في بداية التلاتين أو في نص التلاتين. دي غلطة أنا وقعت فيها وكانت دايما معجزاني، أو دايما بحس إن أنا قد إيه بطيئة أو ما عنديش أهداف أو ما عنديش قرارات في سن أنا أصلا ما كانش ينفع يكون عندي استقرار فيه. 18 و20 و19 والكلام ده، للأسف الشديد أنا بعد ما تخطيت السن ده جاية أقولك حبيبتي ده مش سن استقرار. انتي بجد لو بتدوري على سن 18 و19 سنة ان هو سن استقرار، فلا، ده سن تجارب، سن حاجات كتيرة قوي بتحصل في حياتك، سن انتقالي، تمام، مش سن استقرار. وبصيت لما لقيتني خرجت بره السن ده ان الحياة بقت اهدى كتير، الاهداف بقت اوضح كتير. فللأسف ما كانش حد بيقول لنا ان طبيعي تكوني حاسة ان انتي عندك اختلاط تجاه اهدافك او تجاه طموحاتك في السن ده. النقطة رقم 4 وهي مرتبطة بالنقطة رقم 3 اللي كانت السن، هي الفترات الانتقالية. حبيبة قلبي، لو انتي بتطلعي من ثانوي للجامعة،
تمام. طبيعي ان انت هتحسي قد ايه ان انت مشوشه، مش فاهمه، حاسه ان في حاجات بديهيه بالنسبه لغيرك هي معضله او معجزه بالنسبه لك. فالفترات الانتقاليه طبيعي، او على بدايه التخرج مثلا، ان انت سبتي الجامعه ولسه حديث التخرج، فالحاجات بتاعه او الفترات الانتقاليه دي طبيعي ان انت تلاقي نفسك مشوشه أو مشتتة فيها، وتحطي نفسك تحت بند أنا مش عارفة أنا عايزة إيه. سبب رقم 5 هي اطلاعك المستمر على حياة غيرك. جماعة، لا طاقيا ولا دينيا ولا علميا في سبب يخليك ان انت طول الوقت قاعدة بتتفرجي جاست، تمام، من غير ما يكون عندك وقت لنفسك، وقت لدينك، وقت لحياتك. تمام. وجودك طول الوقت في حياة غيرك، تمام، ده بيخليكي عندك هالة من ان انت تبصي على احلامهم واهدافهم، فيخيل اليكي ان دي اهدافك. مثلا انا واحدة عايزة اكون بيت، عايزة اكون اسرة، تمام، طول الوقت مطلعة على واحدة تانية عايزة تسافر، تمام، فيخيل إليّا إن أنا عايزة أسافر زيّها، أو إن just أهدافي إن أنا أسافر زيّها، تمام، وأفضل طول الوقت مش مبسوطة عشان دي مش أهدافي ودي مش طموحاتي. فاطلاعِك طول الوقت أو استقرارِك في حياة غيرِك ده أكبر عامل يخلّيكِ طول الوقت مش عارفة أنتِ عايزة إيه. العامل رقم 6 هو سلب التوفيق، وبجد صدقيني دي نقطة بشعة ممكن توصلي لها، إن ربنا سبحانه وتعالى يكون سالب التوفيق من حياتِك، ودي ليها عوامل كتيرة جدًا وليها أسباب كتيرة جدًا، وهي إن أنتِ طول الوقت مش حاطة ردع لنفسِك عن الكبائر، إن أنتِ طول الوقت بتقعي في كبائر ذنوب، وأنتِ شايفة إنه عادي، إيه يعني ما كل الناس بتعمل كده. دي في حد ذاتها بجد بتسلب منِّك التوفيق بشكل مش طبيعي. تعالوا ندخل على الشق التاني من الفيديو، إزاي قدرت أخرج من هالة أنا مش عارفة عايزة أعمل إيه، أو مش عارفة أهدافي هتكون إزاي. نقطة رقم 1 إن أنتِ معاكِ 6 أسباب المفروض إن أنتِ تتجنبي الوقوع في الأسباب دي، يعني معاكِ 6 محظورات اللي إحنا اتكلمنا عنهم، عشان ما أكونش باعيد الكلام، معاكِ 6 محظورات تجنبيهم بشكل مطلق بشكل تام، عشان تقدري تكوني خدتِ الstep الأولى على الأقل. النقطة رقم 2 ما تستخسريش نفسِك وما تستخسريش طاقتِك في التجربة، ودي من النقاط السيئة جدًا اللي كانت عندي بصراحة بشكل شخصي، اللي هو أنا لسه هاتعلم الحاجة الفلانية وبعدين أحدد هي مناسبة ليّا والّا لأ. كنت طول الوقت عندي استخسار، وعلى فكرة لمّا بحثت في النقطة دي لقيتها إن هي أصلًا من مداخل الشيطان، وإن هي حرام. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه، لو القيامة بتقوم، تمام، وفي إيدِك فسيلة ازرعيها. ازرعيها، تمام. طب ما القيامة هتقوم هنزرعها لمين؟ وكده كده الأرض هتنتهي، وكده كده الحياة هتنتهي، وكلنا رايحين لمكان تاني خالص، تمام. لأ، أنتِ بس just عليكِ إن أنتِ تشتغلي وتجربي وتسعي، وما لكيش دعوة بفكرة طب بعدين ده بقى ممكن يحصل فيه إيه. فأنا أطلقت العنان لفكرة هو أنا ورايا إيه؟ لا ورايا العيل ولا تيل زي ما بيقولوا. فبقيت مدية لنفسي مساحة التجربة، تمام، طالما إن هي خارجة عن نطاق الحرام والعيب. فبقيت بادّي لنفسي النطاق اللي هو في حاجة جديدة هنتعلمها، في مهارة جديدة هنتعلمها، لا مانع أبدًا طالما إن هي في مقدرتي النفسية والطاقية والمادية. فلو هالخص الدقيقة اللي فاتت دي في جملتين أو في سطر، ما تستخسريش نفسِك في تعلم مهارة أو ممارسة حاجة هي مش قادرة تحددي في الوقت الحالي هل هي مناسبة معاكِ والّا لأ، لحد ما تدّيها وقتها الكافي وبعدين تقدري تقرري. من الحاجات اللي فرقت معايا جدًا، جدًا خلال آخر سنتين من حياتي في فكرة التوفيق، إن ربنا سبحانه وتعالى أصبح بيصُب عليَّ من التوفيق والحمد لله، هي فكرة الصلاة على وقتها. حبيبتي، ما تربطيش الذنب بفكرة انقطاعِك عن حسنة، تمام، لإن الأساسي أو القاعدة الأساسية هي الحسنات بيذهبن السيئات، مش السيئات اللي بتلغي الحسنات. فلو أنتِ عندِك معصية مثلًا، مش محجبة، لبسِك مش كويس، أي حاجة، ما تقرريش إن هي تلغي الصلاة، المفروض الصلاة هي اللي تلغيها. فأنتِ حاولي طول الوقت إن أنتِ مهما بلغت ذنوبِك، مهما بلغت فترة تقصيرِك، فأنتِ خلاص هتاخدي قاعدة الصلاة أو هتاخدي باب الصلاة هو اللي هيصلّح الباقي، تمام؟ النقطة الأخيرة ومهمة جدًا بالنسبة لي، طول الوقت ما تخلّيش نفسِك المحور في الحول والقوة، بمعنى إن مش شغلِك، مش دراستِك، مش شغلِك، مش الحاجات دي كلّها هي المصدر الأساسي أو المنبع الأساسي للنجاح، إن هي just سعي، ما هي إلا سعي، وإن التوفيق الأساسي هو من ربنا سبحانه وتعالى، فأنتِ دايمًا اطلبي من ربنا التوفيق. أرجو تكون كانت steps مفيدة أو 10 دقايق قيّمين بالنسبة لكم، وأنا حقيقي كلمتكم من واقع تجربة شخصية،
وحقيقي الحاجات دي مع الوقت ومع الانضباط بتفرق مع أي إنسان، وأتمنى لكم كلكم التوفيق والنجاح.